بنات عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده قلت اشارك معاكم التورته اللي انا عملتها في عيد ميلادي. عيد ميلادي النهارده يوم 18/12. قلت اشارك معاكم التورتايه. انا عملتها يا ريت فيلفت. عملتها عاديه جدا وحطيت حشيتها كريمه من جوه، وعملتها كريمه من بره برضو، كريم شانتيه عادي. وهنا حطيت بشرة الشوكولاتة الخام وعملتها كده. وهنا طبعا من النص كنت طبعا بظبطها الاول، لان كان في حتة عالية كده شلتها وقطعتها على الوش عشان ازينها بيها. الريد فيلفت بتتعمل كده. وحطيت طبعا الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين، ودوت ده بيجي كنت جايباه اللي هو الشوكولاتة اللي بيبقى فيها من جوه بندق او سوداني، دي بتيجي من عند اي بتاع حلويات يعني. وممكن تجيبوا الجاهزة اللي بتبقى في الأكياس، اللي بتتباع في السوبر ماركت العادية. هي ده شكلها. هي سهلة جدا على فكرة، ما خدتش مني اي وقت. انا كل اللي انا عملت الكيكة الريد فيلفت عادي، وبعدين زينتها بقى كده. ان شاء الله ممكن ابقى اعملها معاكم تاني. انا بس ما رضيتش اصور عشان كان اول مرة في حياتي اعمل تورتايه يعني. انا بعمل كيك وبعمل جاتو شاتو الحاجات دي كلها، بس اول مرة اعمل تورتايه، فكنت خايفة بصراحة تطلع مش حلوة، او كنت خايفه يعني ان انا لما اعملها وانا بصور اتوتر وما تطلعش مظبوطه. فانا عملتها ما خدتش مني اي حاجه والله. انا عملتها بالليل، بدأت فيها الساعة 2 وخلصتها الساعة 4 يعني. طبعا على ما الكيك استوى وكده كنت حطيت الكريم شانتيه وبرد. ولما الكيكة انا حتى ما صبرتش على الكيكة ان هي تبرد قوي، وهي لسه كده سخنة يعني، يا دوب بردت حاجة بسيطة عملتها. والله طلعت جميلة. وسقيتها طبعا السيرب. انا اهو لسه بقيته موجود اهو. سقيتها من جوه سيرب علشان طبعا تبقى طرية. وحاسه ان هي بجد جميله جدا يعني. فرحت بيها. ان شاء الله اعمل كيكات تانية وتورتات تانية بقى. انا كان نفسي اعملها 3 طبقات بصراحه، بس انا الصينيه اللي انا حطيت فيها المفروض دي كانت تتحط في 22 عشان تبقى عاليه عن كده، بس انا حطيتها في 26 يعني. فقلت عايزاه حجمها يبقى اكبر. هي طبعا الكيكه اصلا الريد فيلفت نفسها انا جايباها، مش انا اللي جبتها، هي جالي هديه يعني. هي بتتعمل تقريبا، بتبقى جاي الدقيق واللون والبيكنج باودر والفانيليا وكل حاجه. انت يا دوب بس بتحطي 4 بيضات، وبتحطي الكوبايه الا ربع زيت ونص كوبايه لبن، لبن رايب. بس كده وبتعمليها. انا عملتها في العجان، او تعمليها بالمضرب اللي على الكهرباء، مضرب الكهرباء عادي. وبعدين تحطيها بقى في الفرن يكون سخن على 180 درجة. بس قولي لي ايه رأيكم بجد، لان انا بصراحة انا حاسة ان انا عملت انجاز يعني. يمكن انا عشان اول مرة اعمل تورتايه، ممكن تكون حاجة عادية جدا عند ناس تانية، بس انا عشان اول مرة بجد فحاسة ان هي حاجة حلوة جدا. هقطعها معاكم بقى عشان تشوفوها. من الحتة دي قطعتها. بصوا، بسم الله. حاسة بجد ان هي جميلة يعني. اهي. انا بقى حطيتها هنا دوت. ده بيبقى جاي طبق حلويات، بيبقى فيه حلويات شرقية يعني. بس انا ايه حطيت فيه، قلت عشان يعني وانا بزينها وكده، يعني الحاجة اللي تقع تقع فيها بصراحة. بقى بعد كده قلت هشيلها ازاي، فكسلت وسبتها فيه. قلت مش مشكلة، شكله حلو برضو. كنت نفسي احطه في صينية يعني مدورة وكده. بس هوريهولكوا برضو. بسم الله. اهي. ايه رأيكم؟ شكلها جميل جدا طبعا. بس ده انا قلت اشاركها معاكم يعني. يا رب الفيديو يعجبكم. انا عارفه ان الفيديو بسيط ويعني مش هتستفيدي منه حاجه غير بس ان انا قلت اشارك معاكم التورته اللي انا عملتها. وان شاء الله بعد كده لو عاوزين طريقتها يعني هبقى انزلها لكم. هي سهله جدا. بس وكل سنه وانا طيبه، وكل سنه وانتم طيبين كلكم يا بنات. بس هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. بس يلا.